اللهم لك الحمد والشكر. فين نستقر انا ووليداتي دابا حاليا ومع ساعه اخرى شنو ربي غادي يدير. دويره اللي ممكن انكم ترتاحوا فيها. كي قلت لكم كلشي متوفر الحمد لله. بالنسبه خوتي راكم عارفين ملي كتشوفي واحد الدار راه ضروري، يعني كي قلت لكم داح النهار عاوتاني غنبداو من الزيرو. غنبدا من الزيرو، انا كل عام نقول لكم غنبدا من الزيرو، ولكن الحمد لله واخا كنقول لكم كل عام غنبداو من الزيرو، ربي سبحانه وتعالى ما كيحش منهاش. الانسان تكون عنده العزيمه ويكون عنده الاصرار ويكون عنده واحد الهدف، راه ربي ما كيخيبوش. والهدف من هادشي كامل ان الوليدات يقراو. بزاف ديال الناس يقدروا يقولوا لي وكا كنتكبروا وقالوها لي وكنت داروا 18 عام وصيفطتيهم يقراو. عاوتاني راه كاين واحد لافونتاج الا قراو من دابا وهما صغارين، الا قراو هنا راه عاوتاني كاين واحد لافونتاج اللي هو كبير الحباب ديالي. وعاوتاني وكتختصر عليك الطريق ديال الماديات، انه كي تكوني في المغرب تتبغي تصيفط وليداتك خصك واحد لاصوم كبيره ديال الفلوس اللي ربما ما تقدري لهاش. فاللهم لك الحمد، من ربي وفقنا في هذه المرحله انهم يجيو هما صغارين كيستافدوا حتى هما اكثر واكثر. دابا غادي نبدا معكم الحباب ديالي كما بديت معكم في المغرب نهار اللي بنينا الدويره ديالنا وبدينا المرحله ديال الاتات ديال الماعن. وما كتبش ربي كمل انني نكمل معكم الصالون الطلامات الريدويات الصالون، كنت غنبداهم ولكن ما كتبت. المهم الحباب ديالي دابا عاوتاني ربي كتب لينا من بلاصه واحده اخرى. اكيد اللي خير ما كنعرفوش دابا مادام ربي كتب لينا هذه البلاد السعيده الا فيها خير خصوصا الوليدات. فان شاء الله غادي نبدا معكم المرحله ديال المعينات ديال الحويجات. خص الثلاجه، خص الوليدات التلفازه ضروري، خصهم النوامس. كي قلت لكم راه شفتوا كما بارطاجت معكم البيت ديالهم راه صغير، ماشي نقول لكم غيجيو فيه الناموسيات ولا. فانتم غتقترحوا عليا في التعاليق تقولوا لي بالنسبه لبيتهم. يعني انا غنقول لكم اقتراح ديالي، ربما غتجيو ناموسيه فوق ناموسيه والتحتانيه يكون وحده اخرى كتخرج من الناموسيه التحتانيه، اولا ندير لهم غير ناموسيه فوق ناموسيه. بالنسبه للبيت الثاني كي قلت لكم بغيت ندير فيه فراش، فراش ديال المغرب، يعني السدار يكون هكا ويكون هكايا وندير الطبيله في الوسط. والجهه الاخرى بلا ما ندير فيها السداري فين كاين الشرجمه، شرجمه بالكون. هذيك طريقه الشرجم صراحه راه زوينه، ما شرجمه بالكون جايه زوينه، كيدخل الهواء اكثر وكيدخل الاضاءه اكثر وكيخلي الدار تنفس اكثر صراحه. فالمهم غنحاول ندير غير المختصر المفيد، ولا غادي نحتاجو انا وولادي لا في الماء لا في والو. اهم حاجه هي اللي غنجيبها للدار. كي قلت لكم هذه راها انا بالنسبه لي معتبرها رحله دراسه. غير هي الرحلات يقدر رحله تستغرق سيمانه شهر شهرين. بالنسبه لي الرحله مع وليداتي حيت مازال صغار غتستغرق اعوام، ماشي خساره فيهم. ملي كيكون واحد الهدف راه ماشي خساره فيهم. غادي ناخذ الحباب ديالي في هذه الرحله هذه المعينات غير على قد الحال. ناخذ غير اللي مفيد ومهم ولا غادي نحتاجو، ما غاديش ناخذ الكثره ولا الدوبل ولا اللي مهم وغادي نحتاجو فقط. غنحتاج ثلاجه ضروري غادي ناخذها، شي حاجه زياده وشي حاجه اللي غادي تعمر لي غير البلاكارات وشي حاجه اللي ما غاديش نخدمها، غير اللي غادي نحتاجو اهم حاجه. اللي لاحظت هنا الضيور ما تياخذوش منكم واحد المجهود بدني ولا واحد التماره ولا، يعني تبارك الله الدويرات منظمين راسهم. حنا في المغرب كنبقاو نشتفوا غسلي الجليج حكي الجليج دايرين. هنا كاينين برودويات، يعني كنشوف كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيسهلوا الميناج في الدار. حتى الطريقه ديال الفراش ساهله هنا في فرنسا ماشي بحال المغرب. كنفرشوا كلشي بالبلدي، كنقوي وكنكثروا وكنديروا الدوبل كي قلت لكم من حاجه. فهنا لا، يعني لاحظت ان المراه الحمد لله كتحاول شويه على بزاف، كتحاول على صحتها. حتى بالنسبه لي مبغاتش تاخذ الخضره هكا من الخضار وتنقيها، راه ممكن انك تمشي كتاخذها منقيه مقاده ما كتعذبش عاد تنقي ودير. الله يوفقني ولا يحشمني يا ربي وتوقف معايا وتكون لي سند وعوين. وهذا الشيء اللي كاين حباب ديالي. اي فكره ما عندكم، اي تعليق، اي شي حاجه غادي تنفعني كتبوها لي. الله يجازيكم بخير. شكرا بزاف الناس اللي كينصحوني كيقدموا لي كيخليو لي ميساجات كيتواصلوا معايا. شكرا لكم، الله يكبر بكم ولا لا يخطيكم الحباب ديالي. وبسلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.